السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة شوية كحك ناعم. هو أوردر كان عندي مطلوب مني، فقلت وأنا وبعمل أروح عاملة شوية لي أنا كمان. فطلعوا بصراحة في منتهى الجمال، طلعوا بركة وحلوين وخرافة جدا. فإيه رأيكم؟ شايفين المنظر والجمال؟ بس بتوع انا حطيتهم في علبة بلاستيك علشان يحفظوا عليها بغطاها. شايفين؟ وطلعوا ناعمين جدا جدا جدا، يعني مش قوي يعني، بصوا يعني يتاكلوا كده ويدوبوا في البق. عارفين الكلمة اللي بيقولوا في الدب يدوبوا في البق كده؟ اه. هنعملهم مع بعض بطريقة جميلة وسهلة وما خدوش وقت. يعني الاوردر ده معايا ما خدش وقت، انا يعني عملت شوية ليا وشوية للأوردر بتاعي، ومعايا واحدة صاحبتي قالت لي أعمل معاك، قلت لها تعالى. عملناهم مع بعض، بس بصراحة طلعوا من الآخر جمال جدا. والله العظيم يا بنات ما كملوا شهر عندي، والله ما كملوا شهر. حاجات جميلة وبطريقة حلوة وسهلة. بس كده قبل ما نخش على القناة، يا ريت كده اللي أو أول مرة يخش يا ريت يدوس على زرار الجرس ويستخدم كلمة الكل وكده ولايك حلو وكلمة كده مشجعة. يلا هنعمل مع بعض. ايه المقادير؟ المقادير احنا معانا ايه؟ كيلو دقيق. انا عملتش غير كيلو دقيق واحد، بس انا كنت نخلاه وحضرته يعني، فعشان كده نخلته على الجرنان وفضيته على طول. انا ايه نخلته، فلازم تنخليه عشان يتخلخل الهوا فيه ويبقى الهوا فيه يبقى حلو جدا جدا. فاهمين؟ وهحط ايه كل الحاجة الناشفة. هحط شوية بيكنج باودر. وعلى فكرة أنا من النوع اللي بحب السمسم جوه الكحك الناعم، فاهمين ولا؟ وبرضه هحط سنة ملح. دلوقتي هنحط مع بعض شوية السمسم اهو، شوية ايه السمسم وسنة ملح صغيرة كده. طب ما والسمنة قيلاش قد ايه؟ ما اصبروا، اصبروا على مهلكم. هقول لكم السمنة قد ايه، انا هقول لكم انا السمنة قد ايه. بس اهي صاحبتي اهي معايا اهي. وحبة كركم يعني. الأوردر ما حطيتلهوش كركم أنا، لأن أنا أخاف إن هم يكونوش بيحبوا الكركم، لكن أنا حاطة حبة صغيرين لي أنا، يعني أنا بحب الكركم لأن أول حاجة هو صحي وليه إفادة كتير، وأنا طعم الكركم بحبه جدا جدا يعني. طبعا أنت هتقولي لي أنت هتعمليه بالبيكنج باودر بس، لا، أنا هعمله بالبيكنج باودر والخميرة البيرة على فكرة. وأنا عجنتهم بعد النور ما جه، لأني أنا عجنت الأول الأوردر على يدي الأول، فرقته على يدي، وعندي ما جه النور جيت أعجن بتوع أنا، ورحت قلت يا بنتي اديلهم عجنة على المكنة العجان يعني. أحط لهم شوية زيت عشان يبقى طري، أحط شوية زيت عشان طري. وعلى فكرة وكمان هحط سمنة بلدي في شوية السمنة الروابي اللي أنا هغليهم. وهحط حوالي من 3 معالق ل4 معالق سكر عشان يبقى مسكرين من جوه، ما يبقاش عدمين، ما يبقاش ايه عدمين. وسنة ملح صغيرة قلت لكم، وسنة ايه ملح صغيرة اهي، سنة صغننة خالص يعني لا تذكر، يعني اسمها تحقيق يعني مع الأكل يعني. وهنحط ايه، نشوف انتصار حطت ايه في الكيس ده، جابت ايه. انا المهم هحط كمان شوية فانيليا يعني. اللبن، لبن بودرة. جبت الكيس متهيألي مش عارفة ب7 جنيه ولا ب8 جنيه كيس. جبت أنا كيس والأوردر كيس، وبرضه صاحبتي جابت كيس يعني. هم خبزتهم على 3 مرات كل واحد وحده يعني. بس ها طبعا أنا قفلت العجان وهشغله على إني أقلب كل النواشف مع بعض. هتقولي انت ما فيهوش بيض ليه هتحطي فانيليا؟ يعني عشان يبقى الريحة حلوة يعني. اللي عايز ريحة كحك يحط،
لكن انا فضلت ان انا احط بكم فانيليا، يعني فضلت احط ريحة الفانيليا، بتبقى ريحة الفانيليا حلوة جميلة جدا جدا يعني. طبعا اهي دي فيها سمنة بلدي وشوية زيت والسمنة الروابي، دي عبارة عن قد ايه؟ دي خدت نص كيلو فقط، يعني ما خدتش غير نص كيلو. خدت نص كيلو لي انا وغلياهم، وخليت نص كيلو ايه، هخلي نص كيلو للاوردر. طبعا انا بمشي العجان شوية شوية، حاجة بسيطة، علشان ايه؟ علشان الدقيق ما يتعفرش، لان انا ما حطيتش الازازة بتاعت العجان، الغطا بتاع العجان ما حطيتهاش. قلت عشان لما ارفع او حاجة يبقى سهل واشوف العجين، وفي نفس الوقت عشان تشوفوا ايه الشغل انتوا. هي على قد كده الكاميرا ما عملتش معايا جامد يعني. هي كده كده انت لما بترفعي العجان هي بتسكت ما للأمان يعني. فقلت اقلب كده هو شوية وارجع تاني ايه، علشان اشوف ايه الدقيق مع السمنة ايه، إيه، يشتغلوا يعني يعني عارفين زي ايه، زي إن يتفركوا. عارفين كلمة الفرك؟ لما تفركي الدقيق مع المية او اي حاجة زي كده يعني. لازم افركهم، بدل ما بفركهم على يدي انا بفركهم ايه في العجان. انا عشان طبعا 3 خبزات فعايزة احاول اخلص يعني قبل الليل ما يخش عليا، لان صعب جدا لما طبعا 3 عيارات. فانا حبيت ايه العجان احسن لي. انت عايزة تعملي على يدك اعملي. طبعا انا عجنت ال3 عجنات بكل عجنة وحديها وحديها. فطبعا لغاية ما عجنة ما خلصت كانت الأولانية كانت خمرت وبدأنا نقطع. يعني أهم حاجة نرجع تاني ونقول العيارات: كيلو دقيق، نص كيلو سمن، خميرة بيرة خمرانة في كوباية مع معلقة سكر ومية دافية، بيكنج باودر، فانيليا، حسب الرغبة، شوية كركم، بعد كده 3 معالق سكر، سنة ملح، حوالي يمكن ربع كوباية لبن بودرة برضو جميلة. فكلهم بنقلبهم مع بعض. ومتنسيش ان السمنة بقدحها، فبحط انا معلقتين 3 سمنة بلدي علشان تبقى ريحتها فايحة وجميلة جدا، والزيت علشان العجينة تبقى معايا انا طرية، تبقى طرية ما تبقاش ايه ناشفة خالص يعني. ادي اهي. فكده يلا كده ايه، قولوا لي ايه رأيكم، وتقولوا لي كل واحدة طريقتها بتعملها ازاي. هل بتعمل السمنة مقدوحة ولا تعملها على البارد؟ يعني في ناس تعملها على البارد وفي ناس تعملها على المقدوحة. هي الفرق الاتنين ان المقدوحة بتقعد مدة طويلة. يعني لو انت عندك هتعملي على العيد ولا حاجة وعاملة كميات، فيا ريت تعمليها مقدوحة. لكن لو انت مش عايزة تعمليها مقدوحة يبقى الكمية قليلة، مش هتقعد يمكن اسبوع، علشان الكحك ما يكمكمش. الكحك ايه ما يكمكمش. ايه دلوقتي ايه، ادي العجينة شايفينها ازاي بقت في الخطاف بتاع العجان. انا بمعلقة خشب بقلب. طبعا انا طالبة ان كل اللي بيتابعني واللي بيتابعني من فين، علشان بصراحة انا بفرح جدا جدا لما الاقي اللي بيتابعني من بلاد بعيدة، من بلاد قريبة، من داخل مصر، من خارج مصر. بفرح جدا جدا. وهل الفيديو ده مفيد ليكم ولا لا؟ ويا ريت كده لأول مرة يخش على القناة يا ريت يخش ويعمل لها جولة كده ويشوف ايه رأيه في الفيديوهات. يعني يشوف كل الفيديوهات اللي عندي ويقول له ايه رأيه. هيستفاد، انا عارفة ان هيستفاد. يعني انا الحمد لله واثقة من نفسي وعارفة ان الحاجة بتاعتي بتطلع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجات جميلة جدا جدا ومفيدة. الحمد لله، اشكر ربنا يعني.
واللي عارف حاجتي طبعا وبيتابعني عارفني هيقول ان حاجتي انا حلوة يعني. لما بعمل الاكل بعمله الحمد لله بيرفكس زي العسل يعني الحمد لله، لاني بتقنه وبعمله بحب. يعني مش ما بعملوش الحاجة لما تحبيها وانت بتعمليها هتطلع جميلة. تعمليش الحاجة وانت معكننة ومخنوقة اهو دب خناقة في البيت، لا. حاولي تخش المطبخ وانت حالتك النفسية مرتاحة، لان الحالة النفسية بيطلع مع طعم الاكل، صدقيني. هو صح الانسان بيتعب شوية، لكن الحاجة بتطلع ناجحة وحلوة. ايه رأيكم؟ طبعا انا زودت السرعة هنا علشان اخلص، لان انا زي ما قلت لكم ورايا 3 عجنات. دي العجنة الاولانية، ما احنا قلنا العجنة الاولانية انصار عجنتي على يدك. ما انا رجعت يا بنات بعد ما خلصت دول، ورحت انا حطيت العجنة التانية شوية، قلت لها اديها قلبتين في في العجان. زي ما لقيتها ناشفة شوية، محتاجة سنة لبن حليب، يعني حطيت لها شوية لبن حليب، حاجة بسيطة يعني. كان عندي شوية فمرضتش أحط مية، بس لا حطيت لبن حليب. ما تكتريش عشان العجينة ما تنشفش، ما تكتريش عشان العجينة ما تنشفش. يلا كده، يلا حطالي يدك على خدك يا عسولة، انت يا قمر انت، يلا يا عسل. يلا انزلي كده تحت ودوسي لايك، واعملي لي كده تعليق حلو او كومنت حلو زيك. قولي لي ايه رأيك في فيديوهاتي، ويا ريت كده تقولي لي برضو ايه رأيك في المقادير النهاردة. هي مقادير حلوة وسهلة وبسيطة، وممكن تاخديهم من البيت. يعني ناخدهم من البيت، يعني مقاديرها ممكن تبقى نص كيلو دقيق، حبة دقيق عندك في البيت، على بدل نص كيلو سمنة، بدل نص كيلو ربع كيلو، يعني معناها كوباية وربع كوباية ونص زي كده يعني. طبعا والملح موجود في البيت واللبن موجود في البيت، كل حاجة عندنا في البيت، ومش ممكن أبدا في بيت يخلى من السمسم. بنعمل طحينة، بنعمل طعمية، نعمل أي حاجة موجودة في البيت الطحينة. فبصراحة الحاجة لما بتبقى متوفرة في البيت أحسن ما بتشتريها بكتير من بره. بتبقى أهم حاجة النظافة، الإتقان، تاني حاجة الكمية بتبقى حلوة. يعني 8 كيلو الكحك الناعم بيديكي كام واحدة، مش زي ما انت هتعملي الكيلو دي، الكيلو دي مش كيلو كحك الناعم. الكيلو كحك الناعم يعني فيه السمنة وفي اللبن، وفي اللبن البودرة، وفي الدقيق، وفي كل حاجة. يعني الكيلو دي هيعمل معاك 2 كيلو، الكيلو دي هيعمل معاك 2 كيلو كمان 3 كيلو. متهيألي عمل معايا حوالي 3 كيلو أنا كحك ناعم. فهتلاقي متوفر جدا، وفي ربع المستحيلات تلاقي بيت يخلى من دقيق. يعني حتى لو خلي مش هتلاقيه يخلى من كيلو، هتاخدي نص كيلو. فرجاء من هنا ورايح يا بنات، رجاء تعملوا كل حاجة ببيتكم، ما تستسهليش في شراء الحاجة. والله ما هياخد وقت صدقوني، بالذات البنات العرايس. يعني رجاء كل حاجة تعمليها بيدك تفرحي بيها انت، وهتفرحي اللي حواليك. يا شيخة حتى لو انت ست بيت ومعاكي أطفال، يا شيخة شغلي أطفالك، شغلي أطفالك معاكي ووريهم يعملوا ايه. طبعا لازم تغسلي لهم يدهم في الأول وتشغليهم، وحتى العيل لو مسك العجينة وكورها لك حتت حتت. طبعا هنا أنا حبيت أوريكم الصواني هنا. احنا بعد ما زوقناها اهي، اللي هي يا بالطبعة، يا بالشوكة، اهي يا بالشوكة، يا بغطا إزازة. يعني في كتير تشكيل، يعني مش ما تقفيش على حاجة واحدة. يا بالمنقاش. هنا الأبلة زميلتنا هنا بتعمل لنا بطريقة المنقاش. أنا عملت شوية بالطبعة، استسهلت بسرعة، فهي ساعدتني وعملت لي بالمنقاش اللي هم بتوعها هي يعني، وبتوع الأوردر يعني.
فأنا بصراحة عملت أقصد بالطبعة أو بالطبعة أو عملت كمان بالشوكة، ادت منظر جميل أهو. شايفين؟ حاجة جميلة جدا 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 بصراحة، روعة أهو. طبعا الناس كتير بتحب المنقاش. شايفين الطريقة بالمنقاش سهلة وسريعة. بس أنا علشان كان معايا 3 خبزات، فعملت بالطبع علشان حتى أنا الكحك الناعم بتاعي يخمر أنا بسرعة. طبعا ووقفت مرات ابني راحت طبعا عملتهم وسكرتهم وعملتهم يعني اهو. شايفين ادي المنظر جميل جدا. يلا كده شد حيلك وقومي كده اعملي لك شوية جمال. يلا كده في السريع، وقولوا لي ايه رأيكم في الطريقة والمقادير النهاردة. شوية كحك مع بسكر جمال جدا 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 اهو. تنسونيش كده في اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وتقولوا لي ايه رأيكم النهاردة في الفيديو السريع الصغنن ده اللي ما خدش معانا وقت. حاجة كده سهلة، يعني مش شرط ان احنا نجيب الحاجة ونخبزها على العيد، لا، في اي وقت. لو ما عندكيش بسكوت قومي اخبزي بسكوت، لو ما عندكيش كحك ناعم قومي اخبزي. احسن بكتير من انك انت تعملي جيبي الحاجه جاهزه. احب اقول لكم استودعتكم عند الله لا يضيع الودائع. السلام عليكم.